مرحبا أحبائي، اليوم عندنا أكلة جديدة اسمها أجنحة مشوية بالأوفن مع صلصة البفلو. جبنا تقريبا بالأجنحة كيلوين كيلوين إلا ربع. هسا هذول نحطن على صفحة. نجي نسوي التتبيلة مالتهن. عندنا بالأول حامض الليمون، عصير ليمونة واحدة، وعندنا زيت نباتي تقريبا ملعقتين كبار، وعندنا كاتشب ملعقة كبيرة أكل، وعندنا فلفل أسود نص ملعقة وسط، عندنا كركم نص ملعقة وسط، عندنا بابريكا حلوة نص ملعقة وسط، عندنا ملح ملعقة كوب، عندنا بودرة بصل ملعقة وسط، عندنا ثوم مقطع 3 فصوص، هسه نضيف لها شوية ماي. هسه نخلط المكونات مع بعض. هسه هاي الأجنحة بعد ما نشفناها من المي زين نجي نضيف الصلصة فوقها. ونخبطها. هسه راح نخليها بالبراد أقل شي ساعة. بعد ما كملت الساعة طبعا طلعناهن من البراد وصفطناهن بالصينية وحطينا جوهن ورق الزبد حتى ما يحترقن. هسه نحطهم بالأوفن على درجة 350. بعدين أكملكم الفيديو. هسه احنا طلعناهن بعد ما استوى الوجه مالتهن هز الصفحة، راح نقلبهن على الجهة الثانية وبعدين أكملكم الفيديو. بعد ما استوى هسه راح أسوي صلصة البفلو قدامكم وبعدين نخلي الأجنحة بالصلصة. هسه احنا حطينا طاوة على النار وحطينا زبدة 50 جرام. هسه ننتظر على ما تموع زين وتحمى. هسه راح نخلي كاتشب 4 معالق كبار فوق الزبد، وراح نخلي باربيكيو، عصير باربيكيو تقريبا ملعقتين كبار، وراح نخلي هذا حار تباسكو ملعقة كبيرة، وراح نخلي عسل ملعقة كبيرة ونص،
وراح نخلي رشة صغيرة فلفل أسود. هسه نجي نخبط المكونات مع بعض. وراح نخلي شوية صوص صويا يا اخواني، ملعقة كبيرة. هسه راح نحط الأجنحة بالصلصة. هسه يا اخواني بعد ما كملنا هذول هسه ونخبطهم سوية، شوف ايش محلاهم، تلوق للحلوبكم حبايبي. هسه راح نزينهم ونحطهم بالبلم ونشوفكم اخر شي. هسه ناخذ لنا رشة سمسم عليهم، وناخذ لنا رشة بقدونس. إذا حبيتوها للوصفة سوونا لايك وسوونا شير إخواني، وأرجو متابعة القناة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع فيديو جديد.